السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده فيديو خطير جدا، هنعمل فيه سندوتشات الشاورما السوري، اكتر حاجه بنطلبها لما بنطلع بره. وهعرفكم كمان تتبيله خطيره لشاورما الفراخ هتدمنوها بجد بعد كده. وهنعمل مع بعض كمان العيش السوري من نص كيلو دقيق، هنعمل الكميه دي كلها وهعرفكم كل التريكات بتاعته وازاي تطلعوه طري كده وجميل وكل حاجه على قد الايد في البيت. وهنعمل مع بعض كمان صوص التومية الكريمي الجميل زي بتاع بره. يلا بينا على الطريق. هنعمل الاول تتبيلة الشاورما عشان نسيبها ترتاح في التلاجة. معانا كيلو الا ربع صدور فراخ مقطعينها شرايح كده، ومعلقتين كبار خل، وربع كوباية عصير ليمون، ومعلقة كبيرة صويا صوص، ومعانا كوباية زبادي، علبة زبادي، وربع كوباية زيت. معانا بهارات بقى، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة زعتر وكمون وشطة، ومعلقة كبيرة كركم، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة توم بودرة وبصل بودرة. هنحط بقى كل المكونات على بعض. هنحط الزبادي والصويا صوص والليمون والخل، وبعد كده هنحط عليهم البهارات بتاعتنا. بجد تتبيلة الشاورما دي خطيرة، هتدمنوها بجد، بتخلي طعم الشاورما جميل. هي دي بهارات الشاورما المظبوطة. هنقلب بقى البهارات الحلوة دي مع كل الحاجة، وحطينا الزيت كمان. وبعد ما يمتزجوا مع بعض هنحط الفراخ ونقلبها كويس في التتبيلة. هنخلي بقى الفراخ تمتزج كويس في التتبيله دي، تتشربها كويس. الليمون والخل اللي احنا حاطينهم هيمنعوا اي زفاره للفراخ. تمام. كده بقى هنغطي الفراخ بالتتبيله الحلوه دي ونحطها ترتاح في التلاجة كام ساعه لحد ما نخلص عجينه العيش. هنعمل بقى عجينة العيش. معانا نص كيلو دقيق اللي هم 4 كوبايات دقيق، عليهم نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة زيت. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها. بعد كده هنعجن بميه دافيه زي ما متعودين، يا بلبن يا بميه، بس العيش بميه بيكون اخف. زي ما متعودين برضو في فيديوهات العجين اللي عملتها معاكم قبل كده، بنفضل بنحط السوائل اللي هي الميه شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا. فنص كيلو دي هياخد معايا حوالي كوبايه وربع كده ميه دافيه، وهنفضل نعجن لحد ما العجينه تلم خالص معانا. العجينه بسيطه ما فيهاش اي حاجه، ومكونات سهله. ونص كيلو دقيق كميه بسيطه تعرفي تعجنيها. وهتطلع كميه عيش كويسه، هتطلع 12 رغيف تكفي عيله بحالها. هنا بقى انا خلاص العجينه اتلمت معايا، حطيت لها رشه ميه في الاخر كده، ما حسيت ان هي ناشفه، بس انا هلمها تاني بدقيق. العجينه بتاعه العيش السوري ما تبقاش لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، علشان اعرف اخد ودي فيها كده وانا بفردها. فانا هرش لها رشتين دقيق كده والمها بيهم لما احس ان هي مظبوطه خالص. انا هنا حسيت ان هي طريه قوي، فحطيت لها كمان رشه دقيق ولميتها تاني، عشان زي ما قلت لكم ما بتبقاش لا ناشفه قوي ولا طريه قوي. بس وهلمها، وبعد كده هسيبها ترتاح دقيقتين، وبعد كده ابدا اقطعها على طول. بس كده اتلمت معايا العجينه مظبوطه زي ما انتوا شايفين، لا ناشفه قوي ولا طريه قوي. انا جهزت صينيه على جنب وحاطه عليها فوطه مطبخ عشان احط فيها العيش. وبعد كده قطعت العجينه على طول. قطعتها 12 رغيف زي ما انتوا شايفين، كل قطعه حوالي صباعين كده عشان تبقى العيش كله مقاس بعض. وبنكور بنبدا نكور العجين كده ونلمه من تحت. ماشي. وبعد كده نكوره بس كده عشان يطلع معانا مظبوط واحنا بنفرده. اهم حاجه نكوره حلو في ايدنا. بس 12 رغيف بالظبط. هنحطهم بقى على جنب ونبدأ نفرش في دقيق ونبطط على طول العيش. بنحط دقيق بقى وبنفرد كل حبة كده بنحط شوية دقيق علشان تفرد مننا العجينة، وعلشان كمان العجينة دي العيش ده بيكون خفيف
على قد رقته كده والخفية بتاعته ممكن يلزق، علشان كده كل حبة بنحط دقيق عشان يفرد مننا العجينة وما تلزقش. زي ما انتوا شايفين كده العجينة طرية وجميلة زي ما انتوا شايفين، بشيلها وبفردها بسهولة. ده الرغيف الاول، لو في قطع ولا حاجة عادي مفيش اي مشكلة، الرغيف بيكون كبير اصلا، فلما بنيجي نفرده ونحشيه بنتني اصلا حتة منه زي ما انتوا عارفين لما بنلف السندوتشات السوري، فعادي يعني. ده الرغيف التاني. العجينة جميلة جدا، بتبان بقى وانتوا بتفردوا كده، بتلاقوها بتتفرد معاكم بسهولة. التسوية بقى بنجيب صينية ألمونيوم وبنفردها على ظهرها، وبنولع النار، بنعليها لحد ما تسخن خالص. بعد كده نخلي النار وسط، علشان لازم العيش يتشمع على الصينية على طول على ظهرها، لازم يبقى على صينية سخنة جامد. لو حطينا العيش على الصينية باردة هيلزق، فلازم الصينية تكون حامية جامد. اهو انا هنا كنت محمياها ومولعة النار ومحمياها، حطيت عليها العيش على طول بيتشمع على طول على الظهرين، وبشيله على طول زي ما انتوا شايفين كده. مجرد انه يتشمع كده تاني قلبها على طول، ويظهر منه فقاقيع صغيرة كده، مش بنستنى ان هو يتحمر او ياخد لون. وزي ما انتوا شايفين طري وجميل. ده العيش بعد ما خلص، شوفوا طري وجميل. اهم حاجة بعد ما بنشيله من على النار على طول اللي احنا نكمره، نحطه في كروانة ونحط عليه اي فوطة مطبخ عشان يفضل طري، وعلشان كمان لو في حاجة ناشفة تطرى. اهم وكمان ملحوظة واحنا بنفرد العيش، نرققه على قد ما نقدر عشان العيش السوري بيكون رقيق جامد. نروح بقى نكمل الشاورما. بعد ما سبت بقى الفراخ ارتاحت في التتبيله حوالي 3 ساعات كده، هندخلها بقى الفرن. الفراخ كل ما بنسيبها في اي تتبيله ترتاح شويه بتدينا نتيجه وطعم احلى. ممكن كمان تعملوها على البوتاجاز من فوق، بس انا عملتها في الفرن. سخنت الفرن على درجه حراره عاليه ودخلت الفراخ فيه على طول علشان تاخد صدمه كده وتنزل الايدام بتاعها مع التتبيله بقى. ما تعرفوش الريحه كانت عامله قلبان في البيت، ريحه الشاورما دي بجد هي دي تتبيله الشاورما الاصليه، زي ما انتم شايفين كده طالعه جوسي وجميله. هنعمل بقى صوص التوميه اللي شفتوه في اول الفيديو. بجد التوميه مظبوطه بالملي، ولا فيها ريحه اي توم. وهعرفكم ازاي تعملوها ما تخلوش فيها ريحه توم. بنجيب نص كوبايه ميه، عليها معلقتين كبار من النشا، 4 5 فصوص من الثوم. بنسويها كده على النار لحد ما لون النشا الابيض اللي كنتوا شايفينه يتحول للون الشفاف اللي انتوا شايفينه ده. تسوية الثوم كده مع المية والنشا على النار بتخلي ريحة الثوم تروح، فالخطوة دي مهمة. كده غلت خلاص خلصت، حطيتها في التلاجة سقعت. بعد كده حطها في الخلاط، وحط عليها علبة زبادي ومعلقتين كبار مايونيز، ممكن اللي هي الكياس الصغيرة دي كيسين منها. بعد كده رشة ملح ورشة سكر، معلقتين كبار من الخل. هنضرب بقى المكونات كلها في الخلاط لحد ما تتجانس مع بعضها، ونتأكد ان الثوم يتفرم خالص. ممكن لو عندنا كمان هاند بلندر هيضرب المكونات بسهولة اكتر، لان الخلاط ممكن يسيب قطع من الثوم ولا حاجة، بس بنشيلها عادي ومش بتعمل اي ريحة في التومية. كده بقى الصوص خفيف، بنربطه بنص كوباية من الزيت. بننزل الزيت سرسوب كده بسرسوب لحد ما الصوص الخفيف ده يبقى صوص تقيل زي اللي شفتوه في اول الفيديو. سرسوب سرسوب لحد ما نص كوباية كلها تخلص. هو الكمية دي بتاخد نص كوباية بالظبط. في الاخر بنلاقي الصوص تقيل وكريمي زي ما شفتوا كده. خلاص خلصت نص كوباية كلها كده، خلاص خلصت وتقيلة زي ما انتوا شايفين.
على ضمانتي هتدوقوا احلى صوص تومية في حياتكم مع احلى شاورما. شفتوا بقى القوام الكريمي والجمال ولا الطعم تحفة. تعالوا بقى نلف السندوتشات مع بعض. خلاص كده المكونات كلها خلصت، نجهز السندوتش بقى. دي طريقة لف سندوتش الشاورما. بنتني كده من الجنب تانية صغيرة، وبعد كده بنحط معلقة تومية، وبعد كده نفرد الشاورما، وبنكون مجهزين بطاطس مقلية كده مقرمشة طبعا، والمخلل الخيار، وده من تجهيز الغالية صاحبة البيت. وبنلف كده، وبعد كده بنحمرهم بقى. اللي عنده جريل طبعا هيديله شكل احلى من كده، بس انا حمرت في صينية عادي ألمونيوم. ماشي، اديت له لون كده، وبكده خلاص السندوتش خلص. كده السندوتشات بعد ما جهزت كلها معانا، واديت لها الطبقه الكراست من فوق اللي هي المقرمشه دي، احلى حاجه ممكن تفرحوا بيها اولادكم في البيت. بجد اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وتجربوا وتحكموا بنفسكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. واللي لسه ما اشتركش في القناه بقى ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اشعارات وكل حاجه جديده بنزلها. سلام.